النهاردة هخليكي أستاذة في عمايل الفطير المشلتت بطريقة سهلة وبسيطة، والتوريقة مفيش بعد كده. لو عجبك فيديوهاتنا ما تنسيش تدوسي لايك وشير وسبسكرايب لقناتنا. أنا هبة إبراهيم، بنعمل وصفات سهلة جدا وبسيطة. هاتي كيلو من الدقيق ونخليهم كويس جدا، كوبايتين من المية عليهم معلقة سكر وعليهم معلقة صغيرة من الملح، وهدوبهم كويس وأعجن العجين بتاعي بالمية دي لحد بفضل أعجن فيها كده لمدة ربع ساعة لحد ما توصل للقوام الأملس. بابدأ إن أنا أكورها كده كور، حوالي الكيلو دي عمل معايا 7 كور. بادهن كده الوش سمنة واغطيهم بكيس تلاجة واسيبها ترتاح لمدة ربع ساعة. باخد كورة كورة وبعد كده بفردها من جوه لبره لحد ما تحسي ان هي كده، رحرحيها كده لحد ما تحسي ان هي بقت شفافه معاكي. بطبقها زي الظرف وبعد كده باخد الكرة التانية وبعمل برضو نفس اللي انا عملته في الكرة الاولانية، بفردها من جوه لبره وافضل كده امطها كده لحد ما تحسي ان هي شفافه، واخد الاولانيه جوه التانية واطبقها زي الظرف. كل فطيره بتاخد من حوالي من 3 ل 4 كور. كيلو الدقيق عمل لي فطيرتين، فطيره وسط وفطيره كبيره. وبحطها كده في الصينيه وادهن الوش سمنه واسيبها ترتاح لمده ربع ساعه، ادخلها الفرن قبل الصاجه اللي فوق. اول ما تتنفخ ادهن الوش سمنه واشغل الشوايه، وبعد كده اغطيها. تحطيها بقى في ورق حراري، ورق فويل، غطيها بغطا. المهم ان هي تطرى معاكي جنب شويه عسل اسود وجبنه، وبألف هنا. اشوفكم في وصفات جايه كتير مع هبه ابراهيم. باي باي.